يا رب، لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب، لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب، لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بفيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. هنعمل مع بعض النهارده اللحمه في حاله الضغط بطريقه سهله ان شاء الله تعجبكم قوي. معايا بقى اللحمه هنا غسلاها بقى ومصفيه كويس من الميه بتاعتها. حطيت بقى الحله على البوتاجاز كده وسبتها لغايه ما سخنت. اول ما تحط بقى اللحمه في الحله بتسمع بقى الطشه بتاعتها، ما حطيتش بقى زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. بكتفي بس بالدهون اللي بتنزل من اللحمه كده، شايفين؟ حط هنا بقى بصله وطماطميه كده اهي. احط برضو التوابل، نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه. احط هنا برضو ربع معلقه كده من الكركم، ونص معلقه صغيره كده من بهارات الفراخ. وحطيت برضو ورق لورا ومعلقه صغيره كده من الثوم المهروس او نص معلقه كبيره. كل ده على نار هاديه كده، هسيبها بقى لغايه ما تتلوح بعرقها لمده 5 دقايق. اول ما ينزل منها شويه شوربه كده علي عليها النار واحط بقى الميه بتاعتها. شايفين؟ الخطوة دي بتفرق بقى في طعم اللحمة وطعم الشوربة كده، بتخلي بقى الشوربة حلوة قوي. يعني هسيبها تتلوح لمدة 5 دقايق كده. هسيب بس الغطا كده اهو، مش هقفله بقى كويس ولا اي حاجة، عشان الناس برضو اللي عايزة تعرف طريقة استعمال حالة الضغط دي. هي بصراحة عملية جدا وحلوة قوي، بتطلع الأكل حلو جدا. معايا هنا بقى حلة على البوتاجاز كده فيها بصلة. استنيت بقى لغاية ما البصلة دبلت شوية، وبعد كده حطيت نص معلقة صغيرة كده من الثوم المهروس. هنعمل بقى الخضار. ممكن بقى تعمليه أي حاجة، أنا هعمله بقى بطاطس. استنيت بقى لغايه ما التوم اتشوح كده، وبعد كده حطيت بقى الطماطم اهي. احط هنا التوابل. حطيت ورق لورا ونص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، ونص معلقه صغيره كده من الملح. انا ما بحطش بقى للحمه الملح دلوقتي. هسيب بقى الطماطم لغايه ما تتسبك كده وتقرب تنشف، وبعد كده هنحط بقى البطاطس. خلاص كده اللحمه نزلت بقى الشوربه اهي. شايفين؟ دول بقى بيفرقوا في الطعم وخلوا طعمها حلو قوي. اهم حاجه بقى الصوص ده بالتوابل بقى والشوربه بقى بخلي اللحمه حلوه قوي. علق عليها البوتاجاز بقى واحط بقى الميه بتاعتها. ممكن بقى تحطها ميه عاديه من الفلتر، ممكن ميه مغليه على حسب ما انت عايزه، بس حاله الضغط ما بتاخدش وقت يعني. واحط برضو الملح اهو. انا هحط بقى الملح دلوقتي عشان حاله الضغط ما بتاخدش وقت خالص، تاخد نص المده بالظبط. يعني لو اللحمه بتاخد ساعه في الوقت الطبيعي، بتاخد في حاله الضغط نص ساعه. هقفل بقى الغطا كويس. لازم الغطا يتقفل كويس قوي. اول ما الغطا الصغير ده يبدأ يصفر، بعد اللحمة بقى. يعني مثلا لو بتاخد ساعة، بعد نص ساعة بالظبط هطفي عليها النار. شايفين؟ بدأت ان هي تغلي اهي. بتطلع دخانة كده وكمان بتتحرك، عادي صوت تصفير، بس انا شايلة بقى الصوت عشان الدوشة يعني. معايا البطاطس اهي، انا مقطعاها ومجهزاها بالشكل ده. ممكن بقى تقطعها شرايح على حسب ما انت عايز. والبطاطس لازم بعد ما بتقشريها تسيبها منقوعة في المية كده عشان لونها بيسود بسرعة. يعني لو مش هتستخدميها مثلا او هتقشريها وتسيبها شوية، لازم تسيبها منقوعة في المية كده. خلاص كده حطيت البطاطس اهي، بقى طعمها حلو قوي يعني. ممكن بقى تعملي جنبها اي خضار بتحبيه. هسيبها بقى لغاية ما تستوي كده. هجهز بقى الرز بالشعرية. معايا بقى حلة على البوتاجاز، حطيت فيها شوية زيت، وحطيت برضو الشعرية اهي. ممكن بقى تحط زيت على سمنة، ممكن تحط سمنة بس. بس لو مثلا استعملت سمنة بس، بتحطي لو معلقة صغيرة كده من الزيت، بيدي للرز فلفلة وبيديله لمعة كده، بيخليه حلو يعني. معايا الرز اهو. معايا هنا 3 كوبايات من الرز مغسول ومتصفي، ما نقعتوش. هيبقى لكل كوباية رز نص كوباية شعرية. هقلب بقى كله مع بعض اهو على نار هادية كده لغاية ما الرز يتشمع بقى بالزيت وبالشعرية كده. شايفين؟ ده عشان يطلع معاك رز بالشعرية مظبوط ومفلفل والشعرية ظاهرة فيه كده. احط هنا بقى معلقة كبيرة كده من الملح. احط بقى المية بتاعته لكل كوباية رز كوباية مية.
ولكل كوباية شعرية كوباية مية برضو زي الرز بالظبط. يعني أنا هنا حطيت بالكوباية دي معيار الرز والشعرية. على عليه النار بقى واسيبه لغاية ما يتشرب المية بتاعته كده، وبعد كده هد عليه النار اسيبه بقى لغاية ما يستوي. شايفين بقى حلة الضغط اهي. بعد نص ساعة بالظبط طفيت عليها النار وشلت بقى الغطا اهو. ما ينفعش تفتحي بقى غطا حلة الضغط غير لما البخار ده ينتهي خالص، البخار اللي طالع من دي اهي. شايفين لان البخار محبوس جواه كده، فلو فتحت على طول هيبقى ضغط البخار مع الغطا ممكن يتنطر في اي مكان كده، او ممكن لا قدر الله يجي في وشك او اي حاجه. فتستني بقى لغايه ما البخار ده ينتهي خالص، وبعد كده بتفتحي بقى الغطا عليه. وبرضو البطاطس معايا اهي. احسن حاجه بقى في حله الضغط دي كميه الشوربه اللي انت عايزاها هي دي اللي بتحطها في الحله كده. مش بتحتاجي بقى كل شويه تحط ميه او تغلي ميه وتحطها للحمه. لا، هي بتكتفي بس بالشوربه اللي بتبقى موجوده فيها، اللي احنا حطيناها في الاول يعني. والرز خلاص كده اتشرب الميه بتاعته اهي. بهد عليه النار واسيبه بقى لغايه ما يستوي كده. شايفين بقى الرز عامل ازاي والشعريه عامله فيه ازاي. دي المقادير المظبوطه للرز بالشعريه عشان يطلع معاك كويس وحلو كده. يعني نفتح بقى الغطا مع بعض ونشوف بقى اللحمه. استنيت بقى لغايه ما البخار انتهى خالص. هي نفس كميه الميه اللي انا حطيتها. شايفين هي كل حاجه مستويه خالص اهي، لغايه البصله برضو استوت، بس يعني ما اتهردتش كده، هي لسه سليمه زي ما هي. واللحمه اهي شايفين حلوه قد ايه ودايبه خالص ازاي. شايفين بقى الجمال. ومعانا برضو البطاطس استوت اهي. احط لها بقى شويه شوربه عشان تخلي طعمها حلو كده. معايا برضو البطاطس مستويه اهي. طبعا بتقطعيها على حسب ما انت عايزه، يعني الحجم اللي انت عايزاه بتقطعيه زي القلقاس بالظبط. كده بقى الغدا جاهز معانا. عملت بقى اللحمه في حله الضغط والخضار بطاطس، وكده الرز جاهز معانا اهو. شايفين لونه حلو قد ايه. هطفي عليه النار بقى. وده شكل الرز اهو. عشان في ناس بتعمل بقى الرز بالشعريه وما بتظبطش معاه خالص، عشان برضو الناس المبتدئين قلت لكم برضو الطريقه بالتفصيل كده وبالمقادير المظبوطه. كده الاكل جاهز معانا. نتغدى بقى، وهغسل بقى المواعين معاكم برضو عشان الروتين بتاعنا يبقى كامل النهارده. وطبعا زي ما انتم شايفين البوتاجاز يعتبر برضو نضيف اهو. انا بجيب بقى السلك ده بالنص كيلو كده او بالربع كيلو على حسب ما انا عايزه يعني. بحب اغسل بيه المواعين، وبالذات بقى الالومنيا عشان بتخلي الالومنيا بتبرق كده وبتلمع معانا وبتنضف بسرعه يعني. كان متبقي بقى شويه شوربه في الحله اهي. احطهم بقى في الحله الصغيره دي واحطهم في التلاجة كده لغايه مثلا ما احتاجهم في اي حاجه تانية. ممكن وانا بعمل مكرونه بالبشاميل بزود اللبن بتاع البشاميل شوربه. ممكن برضو لو اعمل شويه ملوخيه فبينفعوا برضو. ممكن لو هعمل رز بسمتي برضو بكمل بقى المية شوربة، بيخلي طعم الرز حلو قوي يعني. هغسل بقى الحوض اهو عشان وانا بغسل المواعين كده بسيبها بقى تتصفى جنبي، وبعد كده برص بقى كل حاجة مكانها. لازم المواعين تتصفى كويس قوي من المية بتاعتها قبل ما تتحط بقى في المطبخ، لان بتنزل بقى مية كده فبتعمل عطنة وعفونة وبتخلي ريحة المطبخ مش كويس يعني. انا عندي بقى الحلل الصغيره دي حلوه قوي لبواقي الاكل. لو اتبقى مثلا اي حاجه من الاكل حاجات بسيطه كده بحطها فيها وبحطها بقى في التلاجة كده. هغسل بقى المواعين اهي. بسيب بقى الحلل التقيله زي حله الضغط، الحلل الالومنيا، الحاجات اللي زي دي في الاخر كده عشان بتبقى مدهنه شويه. فما ينفعش ان هي تتعمل في الاول يعني. لو مثلا في كوبايات في حاجات بلاستيك بغسلها في الاول كده. دايما ببدا غسيل بقى بالكوبايات والاطباق مثلا الستانلس، الحاجات اللي تحس ان هي نظيفه هتنضف معاك بسرعه. عشان لو غسلت مثلا الحلل الاول وبتبقى مدهنه او كده وجت بقى على كوبايات الازاز والبلاستيك
الكوبايات الازاز بتلقط ريحه كده، مهما تغسليها بتحس ان هي بقى ايه، ممليطه كده، او مدهنه، او فيها ريحه او كده، فلازم نغسلها هي الاول يعني. دايما بغسل بقى المواعين اول باول، ما بسيبش بقى الحوض مكركب فيه مواعين كتير. يعني المواعين اللي انا وانا بجهز بقى الاكل غسلتها برضو على طول. عشان ما ينفعش بقى تسيب المواعين في الحوض تتراكم عليكي كده، يعني مواعين تجهيز الاكل، وبعد كده مواعين الغدا، وبعد كده الحلل بقى، والدنيا تحس بقى ان كل حاجه حواليك ملخبطه، كل حاجه مكركبه حواليك كده، وتلاقي الحوض مكركب. فدايما لو بتغسلي بقى كل حاجه بتتوسخ معاك اول باول. برضو البوتاجاز دايما بمسحه اول باول كده، عشان ما يكونش بقى دهون ولا حروق ولا حاجات من دي، يعني بعد كل استعمال بمسحه على طول. طالما مثلا جه عليه بواقي اكل، طرطشة زيت، حاجات زي كده. بدأت بقى اغسل الحلل اهي. شايفين بقى؟ بحب اخلي الالمونيا تبرق كده، بحب بقى ادعكها بقى بالسلكه كده. وكمان الصابون اللي انا عاملاه معاكم ده قبل كده حلو قوي. الرغوه بتاعته حلوه، وكمان بينضف، وبستعمله بقى في خلطات ووصفات كتير، يعني بمسح بيه البوتاجاز، امسح بيه السيراميك. لو مثلا عندي فلين بتاعت الولاية بيضة، بطلت بقى استعمل الكلوريكس والكلور، بجيب بقى الصابون ده واجي على البوع، وارغي عليها كده، واسيبها بقى مدة 5 دقايق، وبعد كده بغسلها، بيطلع بقى كل الحاجات اللي زي دي. شايفين دي بتاعت حلة الضغط بتاعت الغطا. بشيلها بقى واغسلها كده كويس برضو، وبغسل مكانها كده برضو في الغطا، عشان ما يبقاش فيها دهون او تحتها دهون كده. بغسل برضو الحلة ديت حلو قوي، بحب ان هي تكون دايما بتبرق، وما يكونش فيها مثلا زرق او كده. شايفين بقى المكان اهو اللي بتحط فيه الجلدة دي. بشيل الجلد ده على طول، وبغسل تحتها كده، لان مطرح بقى البخار بتاع المية بيجي بقى تحت الجلدة، فبيعمل زرق كده في الألمونيا، وكمان بيخلي تحتها دهون برضو. شايفين اهي؟ برجع بقى احطها تاني. انا عندي بقى الغطا بتاع الحلة، الحتة اللي فوق الايد اللي هي السودا دي اتكسرت مني يعني. بغسل برضو الطربوش الصغير ده، او الغطا الصغير ده. انا كنت سايبه بقى سلكه صغيره كده، بشيل بقى مثلا الدهون اللي في الحلال او الحاجات اللي زي دي، وبعد ما خلصت رميتها يعني. احسن حاجه بقى في السلك ده، بتغسلي بقى كل اللي انت عايزاه، وبعد كده بترميها، فبتغيرها على طول يعني. ممكن بقى تخصصي ليفه للكوبايات وللاطباق، ممكن برضو تخصصي ليفه تانية للألمونيا. شايفين بقى؟ بغسلها حلو قوي، عشان بحب ان هي تكون دايما بتبرق يعني. الحله دي عجبانه قوي في الاستعمال، حلو قوي، بتطلع الاكل حلو جدا. بعمل فيها لغايه الفول المدمس، وكمان بسلق فيها الترمس. كل حاجه بعملها فيها. الحاجات بقى اللي بتاخد مثلا وقت على البوتاجاز بعملها في الحله دي. شايفين بقت بتبرق خالص اهي. وكمان غسلها بقى من عند الايدين من بره وجوه كده. اغسل بقى الحوض اهو. ودايما بسلكه بقى برضو بعد الغسيل على طول. بسخن بقى كنكه ميه مغليه كده، وبفتح عليها برضو الميه السخنه من السخان، عشان لو في اي دهون، في اي رواسب تسلك معايا كده، ويفضل دايما سالك. بسلكه برضو كويس كده، لو في اي بواقي اكل او في اي حاجه نزلت في الحوض بشيلها برضو. البوتاجاز برضو نضيف، مش محتاج بقى مسح ولا اي حاجه يعني. ما نزلش عليه اي بواقي اكل ولا اي حاجه. فخلاص كده الحمد لله. نضفنا بقى الحوض، وغسلنا بقى المواعين، وكده المطبخ نضيف ورايق. وكده بقى الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، عشان يوصلكم منه كل جديد بنزله. وتعليق حلو كده عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات على طول. وفعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل اكبر عدد من الناس، عشان عيلتي تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.